يلا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتوا الفيشه عندكم؟ الفيشه دي كده ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي اول هنجرب كده ونشوف. ماشي. افتحها. مستعديه؟ اوبا. يا محمد. ايه المروحه يا ابني. طيب ماليه؟ المروحه بتتصلح. ما هو الراجل قافل النهارده الجمعه. يا عم ده انا بقالي شهر بقول لك المروحه قلبت نتع. طيب هو محمد يعمل لها المروحه بقى. نعم. انا مش قادره اقعد من الحاره، انا تعبانه. ماشي حاضر اعملها لك. حتى كنت هتنام. النهارده الجمعه. يا عم قوم شوف حد يصلحها. لا حول ولا قوة إلا بالله. همشي وانا ادور في الشارع على حد يصلح مروحة. تعبانه مش قادره اقعد من غيرها. النهارده الجمعة انا عايز اكل له بيض وانام ساعتين اقعد جنب يا ابني قوم يا ابني، كله الا رضا الام. قوم صلح لها المروحه يا ابني. هي فين المروحة؟ اهي. هات يا سما المفكات والحاجة اللي على السلم يلا. انا هصلحها لك واخليها لك 100 فل و14. يا خاف لا ترميها في الزباله. ده ما تخافيش. مين ده؟ محمد ميكانيكي قد الدنيا. انا هظبطها لك واخليها لك فل. انت هتخليني فلي؟ اه ان شاء الله تهني بالنا. هات يا بنتي العيد ده ان اهو. شاء الله بعد ما تنور تعتل. هي المروحة فين؟ ما المروحه انا رايك يا ام هاني. يا ابني دي المروحه بوظتها في الشكل ليه؟ يا لهوي. اصلا اهي. بس هي يا ابني ما كانتش شغاله الوقت. لا انا هظبطها لك. انا اخليها لك تمام. هتظبط مين؟ ده انت خلينا حته صفيحه. انا اخليها لك تمام. انا اللي عملته في تمام. نفسي ده. انا هظبطها لك. مش هي كانت بتزن؟ ايوه بالزين. انا قطعت لك صوتها. هقطع لك قرارها. هي ما عادتش بقى هتزن بقى الوقت هتبقى مزاجي عال والله. ما عادش هتزين؟ اه لو انت استنى ما عادش هتزين. هديها لك ربطتين بس كده. محمد انت كل ما تمسك حاجه تبوظها. محمد مش هتشتغل. وربنا انا بوظت المروحه اللي تحت. والله لو ما اشتغلت انت حر اتفرج علينا الدنيا. ما هي ما بتشتغلش. لا كانت شغاله. ايه كانت بتشتغل يا محمد. وربنا كانت بتزمر. طب ما صبر. بس شغاله. كانت بتزمر بس شغاله. انا فكتها لك اهيت يا جماعه. المروحه ديت بقى لها ما يقرب من بتاع 45 سنه. من جيل لجيل لجيل. حاسب بس عشان شفتها وهي بتزمر. والله يا جماعه من جيل لجيل لجيل. بصوا مروحه اهي ومروحه اهي وواحده تحت. ابو عمر بيحب يحتفظ بالاثار. طب شفتوا ديت؟ دي من الاثار. ديت من غير دراع حطيتها في الكلمه. ديت بقى ان شاء الله احطها لك بقى. اشوف لك بلاص المش اللي عندك جوه دوت احطها لك عليها. زي ما كان. ايه؟ ما انا اقفلها لك. انت بقى صلحها زي ما تصلحها انت. اصلح قلت لك افتحي. ما انا بصلحها لك. انت عمال تقول باظت. انت هتلم اللي انت عملته ده ازاي؟ ده هيتلم انا هاخدها ازاي؟ كده اهوت واقوم لمها كده اهو واقوم رايح اعطاها للراجل يقول انا خفيت لك فكيتها لك وخلاص ورايح دماغك. ما تصلحش ولا هتشتغل تاني خلاص. كل سنه وانت طيب. مش هتشتغل تاني. وربنا المفك المسمار بيتك. يعني بقى لها فوق ال 45 سنه ما اتفكها. لا مش كانت على ايد العبد لله. مش كانت شغاله يا محمد. دي ياباني. ياباني. استنوا جبت معايا. اجلها. استنوا معايا يا جماعه. ايه السلوك اللي نازله من ورا دي؟ استنوا معايا يا جماعه. هطلع الوقت اجربها لكم واتفرجوا عليها. لو اشتغلت لوحدك وشك هيبقى كفته. هي دي كانت محطوطه فيها. هتصلح وهتشتغل. لا اله الا الله. ما تخافيش. استنى بس. هتشوف كده على 3. فين الورده يا علاء؟ فين صامولة يا ابني؟ الله يهديك. فين سموره بتدور على السموره. مين اللي فرض المسامير كده؟ يخرب بنت شغل والله العظيم. استني بس اما نشوف. انت متخيل ان انت هيبقى ولا عند امك تكييف في البيت ولا عندها مروحه؟ انت متخيل هتعمل فينا ايه؟ صبري بس اما نشوف بس اللي ولا حاجه. والله العظيم انتوا من غيري اه ما تعرفوا تعملوا حاجه. طب يلا بتتفي في ايه؟ استني بس علينا. هتتكهرب. قلت لها ايه؟ اتفافه. ده احلى ملين للمراوح ده. استني بس فين يا جدعان شباب ايه؟ بص بقى ام هاني انت هتشغليها. ما انت اللي هتشغلها. ما حدش هيشغلها. لا انت شغليها بس ما اكونش انا موجود. انت اللي هتشغلها. ماشي. ما حدش من العيال هيمسكها. انت اللي يا جماعه هتشغلها. بعد ما حطينا المروحه بص الصلاه على النبي بتشتغل ازاي من غير كهرباء والله. بصوا والله من غير كهرباء. جايبه لك هوا سعان ولا لا؟ هوا مين؟ جايبه لك هوا سعان ولا لا؟ انت بتشغل مروحه بايدك؟ انت بتشغل مروحه بايدك؟ اهي يا لهوي. ما تقولوش حاجه. على فكره انا مش هفصل. انا هسيب التليفون كده لغايه ما اتفرج عليك وانت بتشغلها.
هتفرج. ابعد يا عمر عشان بابا والله لو ما مش اشتغلت هيبقى ايامكم ظلم عمر. هيبقى والله ولا تكييف ولا مروحه. هيبقى دموع وعذاب. لو اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. خلص وتعالى. تفائل يا ابني، تفائل يا ابني، بلاش كده. قول لها بابا شاطر، بابا بيصلحها كويس. عاشت ايديك يا بابا. انا بجد هو بيعمل اكل الله. بجد كهربائي رقم واحد. قرايب. انا خايفه عليك من الحسد. قرايب. انا خايفه عليك يا ابني. وهي لو ضربت في وش امي يعني هيحصل ايه؟ يا مصيبتي. زق المسمار ده هيحصل لك، مش هيحصل لك حاجه. محمد المسامير في مرميه في الصاله، امال انت بتقفل ايه؟ انت ام هاني ما شاء الله يعني من الناس بتاعت زمان يعني زمان. ما يحصلهاش حاجه يعني. طب جربها اول بتاعت قبل ما السادة تفيك. البلدي. طب ما تجربها اول قبل ما تفيك. اجرب ايه؟ جرب المروحه اول قبل ما ينفعش تفيك. تجرب اللي متقفل. ازاي؟ متقفل عشان لو فرقعت فريد الريشه ده قامت طايره جايه في شعر امي مع مطيره الشعرين تاني بقى. شعرك انت. انا عندي شعر ما عندي ما عادش شعر. ما هو دماغه دي جرب فيها مروحتين قبل كده. اه والله. اه والله. والله علمت العافيه. يعني الولية قاعدة في أمانة الله تعمل فيها كده ليه؟ ما راح اوديها للراجل بيبقى فيها حاجه بسيطه يقول لك 150 و200. انا مره فكيت الثلاجه اللي عندنا الوقت كل ما تيجي تفتح الدب فريزر يوم الرف اللي جوه ده مفكوك، بس انا اتاكدت ان هي مش بايظه. يعني والله زي ما بقول لكم كده الرف بيقوم واقع اللي ورا المراوح والحاجه دي الرف بيقوم واقع كده. بس كده انا ما اجيب حد اعرف ان هي مثلا فيها عروض، لكن احسن ما اجيب حد يديني على قفايا. ربنا يستر يا ابني. والوقت يا جماعه بعد احنا ما خلصنا اهوت بشويه يعني مفك وبتاع، حطينا حبه الزيت، حطينا الفيشه اهيت وشغلناها اهي. وخليكم معانا في التجربه بتاعتنا بتاعت المروحه بتاعت 600 عشان مش كل حاجه تبوظ لازم ناخدها نديها للراجل. احنا هنجيب 100 من هنا يا جماعه ونجيب 200 و300، احنا قاعدين عند ربنا اعلم بينا، فلازم الراجل يحط ايده في كل حاجه في البيت. ثلاجه باظت يشتغل، موتور باظ يشتغل. وربنا ما بتحط ايدك في ايدك في حاجه وبتعمر. لا مش عندك مروحه تحت مصابيح ميته والله، وتحط ايدك في حاجه وتعمر. ايه؟ يلا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتوا الفيشه عندكم؟ اه. الفيشه دي كده ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي اول ايه هنجرب كده ونشوف ماشي. افتحها. مستعديه؟ اوبا. يلا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتوا الفيشه عندكم؟ اه. الفيشه دي كده ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي اول ايه هنجرب كده ونشوف ماشي. افتحها. مستعديه؟